وكان بدأ بقى حمادة امام، كان طلع بقى حمادة أمان كان موجود. طبعا. قال لنا انتوا جايين تعملوا ايه؟ انه نتفرج على الماتش. قال طيب انا عايز اجيب لكم لبس الكوره. انت حضرتك كنت بتشجع مين؟ الاهلي طبعا. وفجأة من الجامعة بتتحول من طالب شاطر في كلية الهندسة لفنان كبير. اتعلمت الحب وانا صغير في الحضانه. حرمك من فادية. قلت له شوف اقول لحضرتك بقى حاجه. ايوه انا فعلا بعت ده وانا اسف، واوعدك ان انا مش هعمل ده تاني خالص لغايه بعد ما اخلص امتحاناتي في الترم الاول في الكليه وانجح اقدر اتقدم واطلبها من ايده. لو انت كنت غاوي واضح كده. حب الجميل. واضح. الجمال جمال. بس احنا كده نسينا سناء والقصيدة والدنيا. قال له يا مصطفى، قال له هنشيل المشهد ده من بس على نفسي جدا. ازاي يا جماعة، انا مش هعرف اعمله ولا ايه؟ قلت يخص عليك يا فاروق، دي البدله جديده. وهي قاعدة بعده في المسرح. قال لي انا عايزك تروح تقابل الاستاذ فؤاد المهندس. الفنان ابو بكر عزت اللي اكتشفك. فنان فؤاد المهندس وشاف صمتك كده وقال لك انت ساكت ليه، وعايز يشوف فلوكس ده مين. في اول لقاء مع الفنان فؤاد المهندس هو اكتشف فيا ان انا حابب الفن جدا، واكتشف فيا ان انا عايز ادي فيه. فقال لي تجيلي كل يوم حد تقعد معايا بقى. فذكر الله يرحمه كان زكريا موافي شخصيه جميله، وسناء ماهر. بدأ يبقى في صداقة بيني وبين الأستاذ فؤاد المهندس. خلاص بقى. فلما ابتديت اروح له قال لي خليك لازق فيا بقى، بس ما تسيبنيش. اكتشف ان انا معطاء وان انا بحابب وحبه شخصيا جدا، فاعتبرني الراجل بتاعه بقى. ما شاء الله. عملتوا ايه بقى؟ ابتدينا نعمل ايه؟ وانا عارف الفترة دي انت برضو قربت من الضيف احمد. ما هو في الفترة دي كان الضيف احمد نجم بقى لا طبعا. مش نجم قوي. انما معروف. كان يشتغل حاجة مش فاكر هي ايه. يعني كان ليه وضع برضو، انما انا حبيته جدا برضو وهو حبني. ابتدت العلاقة بيني وبينه أسريا حتى. كان يزورني في البيت ضيف احمد. ايوه. وتروح له برضه تتبادل معاه الزيارات. واروح له واقعد مع اهله. هو من انتمائي للإمديد الدقهلية. كان شخصية جميلة ولطيفة. يعني ما اقدرش انكر ان هو اثر في حياتي كثيرا، وكان ليه معزة خاصة في الفن بالنسبة لي يعني صاحب الفضل الأستاذ أبو بكر الفنان الكبير الله يرحمه أبو بكر عزت. أيوة. بعد كده النقلة والقعدة مع النجم الكبير الله يرحمه فؤاد المهندس، والصداقة مع الضيف أحمد. النجم الكبير الضيف أحمد. طبعا طبعا. بدأت العجلة بقى. ابتدت بقى خلاص. ابتدينا نمثل سوا. وصل بينا الأمر إن احنا نمثل تمثيلية بالإنجليزي. مسلسل إنجليزي بتاعنا. اسمها سايكو. كان في فيلم اسمه سايكو بتاع هيتشكوك. فعملنا سايكو بالإنجليزي. أنا الدكتور رومي وهو دكتور فلامنك، ونشأت أباظة دكتور روكفرر، وإبراهيم عامر مبوكو، والزميلة العزيزة أميمة كامل. أميمة كامل عاملة إيميلي. وعملتوها باللغة الإنجليزية. ومها تيخة. ورفعت شلبي عملناها باللغة الإنجليزية. ولقت نجاح كبير جدا. طبعا وفنانين ومثقفين وشباب وحاجة عملنا فيها. كان الأستاذ فؤاد بقى جه وأضاف ليها حاجات. أنا فاكر جملة مفيدة كنا بنقولها. كان بيخش رفعت شلبي ده يقول له I want to meet I am Harriet Shipman from Broadway and I want to meet Dr. Rumi rapidly and quickly. فأنا كنت أقول له just a moment. يقول أوكي ثانك يو ويخرج بثبات كده. هو متسرع جدا في المشهد وانت هادي خالص. just a moment. بعد شوية يخش يقول I am Harriet Shipman from Broadway I want to meet Dr. Rumi rapidly and quickly. أقول له just a while. أوكي ثانك يو ويخرج.
كانت لازمه يعني في لازم فنتفق انا والضيف، كنا نقول للي معانا have you نشط أباظة بقى have you ever seen the green grass grow on the seashore؟ يقول له نو، أقول له كونسلتو، ونمشي ونقف كده، نقف نقول do you see the weather up there؟ أقول له sorry up there، مش أقول له على الناحية التانية، يقول لي سوري، أقول له وأنا فاكر يعني حاجات زي ونجحت كده. الحاجات دي، ها، نجحت قوي. نجحت نجاح جامد امم جدا. وكان تجربه مختلفه وسابقه قوي. وبعدين نتكلم بالانجليزي بتاعنا، المدرج ده اقول له بس الحاجات دي مش متصوره، ملهاش ارشيف، مش موجوده. ما كانش اياميها الحاجات دي، ما كانتش لسه ظهرت يعني. اه، ومشيت العجله واستمرت، وفضلت العلاقه، وحصل تطور في التمثيل. ابتديت امثل بقى، دخلت مجال التمثيل محترف بقى. خلاص بقى بقيت محترف. فاكر اول دور محترف عملته؟ اول ايه؟ اول دور محترف عملته كان مع الاستاذه سعاد حسني تقريبا، ولا كان في حاجه قبل كده؟ سعاد حسني؟ اه، لا، صعب فيلم عليا. فتاة الاستعراض مع سعاد حسني. ده كان بعدين ده بعدين، ده بقى في خلاص بقى كنا نجوم. كنت بقيت موجود يعني. اه، يعني الوسط الفني وسط كبير، عندك فيه من الصداقات وعندك، لكن ادوار مختلفة وادوار، يعني علامات كتير جدا. يعني مثلا ادوار حضرتك في مسلسلات، يعني اللي هي الجاسوسية، زي رأفت الهجان، وقبلها دموع في عيون وقحة. في خطوط كده كانت عندك، وادوار صعبة زي دورك في الراقصة والسياسي، ولازم اقف عنده لان حصل فيه كلام كتير. وحتى مسرحياتك مع الزعيم عادل امام، فنان متنوع بتقضي دور الخواجة حتى اللي عملته في اكتر من حاجة. لكن عايز اقف هنا عند الراقصة والسياسي، ودور مهم جدا جدا، ودور عايز فنان كبير، وحصل فيه بعض المشاكل. شخصية ترتر بالتحديد. الراقصة والسياسي ده مجالي. الراقصة دي كان إخراج أستاذ سمير سيف، تمام. وكان تأليف قصة إحسان عبد القدوس، وكتبها وحيد حامد. أنا فاكر أستاذ وحيد كان كاتب على اليمين توصيف الشخصية دي، إنه شخصية لونة، مم. آه، يعني شخصية مش سوية، يعني في كده شيء من الليونة النسائية خفيف يعني. اتكلت على الله وقلت أعمله يعني. ما خفتش. التمثيل ما تخافش منه إلا إذا كان حاجة يعني مضرة بمصر. فأنا ابتديت أعيش شخصية بقى وأشوف أبعادها، وخصوصا كان مع الست نبيلة عبيد. طبعا نجمة كبيرة، نجمة شباك. وبرضه الدور، ما هو هنا ترتر بطل طالع في أجزاء كبيرة. فأنا فاكر إن أول يوم نمثل فيه ست نبيلة عبيد كنت بندق لبانة، اه. فقالت هو الأستاذ هيفضل كده أنا بيندق لبانة طول الوقت؟ أنا كنت نازل معاها نركب العربية مم. بتاعتها في لا، أنا في, متقمص في الدور. المشهد يعني. اه. قلت لها حاضر، جيت في المشهد رحت رامي اللبانة ومثلت. فهي ست كريمة الخلق جدا، مثلت معاها الشخصية وكانت صعبة عليا جدا شخصية صعبة. طبعا. مم. قد ما فادتني قد ما ضرتني. طبعا شخصية بانت إمكانيات ممثل كبير ونجم كبير، لكن عملت لك ضرر. أنا عارف ضرر شوية على مستوى الأسرة ومدارس الأولاد والأولاد في المدرسة. أنا هحكي لك أهو. اه. أنا فاكر حتى من المشاهد اللي بيني وبينها أنا ضحكت الناس في داري مم. وأنا رايح لها اه، الحجز لما حجز. حجزوها.
لابسه بدله الرقص. بس عمل لك مشاكل. عمل لي مشاكل بقى ايه؟ اه. اولا شخصيه مش سويه، امم. فبالنسبه لاولادي كانوا صغيرين. كانوا صغيرين وفي المدرسه، فالولاد في زمايلهم ابتدوا يعايروهم. اه، تنمروا عليهم ويعاروهم. يا ولاد ترتر، يا ولاد ترتر. اه حصل مشكله. فانا رحت قابلت، كان الناظر المدرسه انجليزي، امم. فقابلني بالناظر المصري. قلت له انا عايز اخش الولاد في الفصل امم. اشرح لهم. دخلني فعلا الفصل. طبعا ولادك جم حكوا لك، فانت عايز تشرح لزمايلهم يعني ايه تمثيل بقى. اه الله عليك. دخلت جوه الفصل. صباح الخير يا اولاد، ازيكم؟ انا ابو يسر ابو احمد، وانا جاي اقول لكم انا عملت الدور الفلاني ده تمثيل، وهذه ليست حقيقه، وانا امم. واقف قدامكم اهو. وانا الحقيقه كنت فيها بمثل دور، لأن انا كمان فنان بمثل، وانتم مصيركم في يوم من الايام تبقوا فنانين، رسامين، مخرجين، ممثلين، زي ما انا بقيت، وزي ما اختكم واخوكم هيبقوا. هم حابين وانتوا حابين، انا بقول لكم ده تمثيل. فاتعشم ان انتوا تكونوا مقتنعين بكلامي ده. يعني يا عم، وانت حضرتك كنت بتمثل بس، مش انت الشخصية دي؟ لا، امم. انا بمثل فقط. وشافوا الشخصيه الحقيقيه قدامهم. ودخل الناظر من العربي قال لهم عمكم فاروق بيمثل، وهو شغلته فنان، وهو مهندس وليه قيمته يعني. فسقفوا لي وخرجت. على مستوى العموم بقى، بس انا بحيي حضرتك انك تروح وتفكر وتشرح للاولاد الصغيرين، لان آه واضح ان الاولادك انت اثروا فيك قوي وزعلوا قوي. طبعا الحمد لله نجحت في هذا الامر يعني، امم. ونجحت في ان انا احسن وضعي مع المجتمع. حصل لك مشكله في المجتمع الناس فاكره ان انا مش بمثل. من كتر ما الدور نجح، اه يعني خلى الناس برضو ترتبك. هم مش عارفين ان انا لما باخد دور بتقمص شخصيه، ومثال على ذلك شخصيه ديمس كورياكوس طبعا. طبعا. اليوناني. طبعا. انا فاكر ليه، هي قصه ظريفه في الدور ده بالذات. ما كانش دوري، كان صديقي اياميها الله يرحمه ويحسن اليه سعيد عبد الغني. الله يرحمه، فنان كبير. وكان واخد دور الراجل اليهودي، جات له شغلانه بره مصر، ففضل انه يروح او يعتذر. امم. فقالوا له طب انت تعتذر وبعدين. فأسامة عباس كان بيعمل الدور ده بتاعي، اللي دي موسكرياكوس. اه. فقال لهم انا اخد الدور بتاع الاستاذ سعيد عبد الغني. قالوا طيب افرض انت خدت الدور ده، مين يعمل دور دورك دي انت. موسكرياكوس؟ امم. فالاستاذ سعيد عبد الغني قال لهم فاروق فلوكس. فالاستاذ المخرج قال له يعني ده هيعرف يعمله؟ قال جربه، انا متاكد انه هيعرف يعمله. فادوني اوردر ورحت. جاء قعد وقال لي امسك النسخه واقرا اول جمله، اقرا دور الجريكي. فاول ما قريت قلت له ايه جمعه؟ قال لي خلاص الدور ده بتاعك. الله. لهم من الادوار الحلوه قوي قوي قوي. فانا فاكر ان اول يوم تصوير خدت الاوردر ورحت عشان احضر التصوير، فلقيت الديكور لونه رمادي وانا كنت لابس بدله رمادي. امم. فقلت ما ينفعش، فنزلت نص البلد عشان اجيب بدله بني. فرحت جبت من نص البلد محل مشهور، جبت بدله بني على ما قصروا لي البنطلون وهكذا، وخدتها. وكانت اياميها البدله ب80 جنيه. امم. خدتها ورحت لقيت الاستاذ يحيى العالمي الشايط. ازاي يا استاذ تتاخر؟ قلت له القصه كذا كذا، واضطريت انزل اجيب البدله دي من نص البلد. قال لي جبتها ازاي يعني؟
مين دفع لك ثمنها؟ قلت له انا دفعت ثمنها، مم. دي ثمنها 80 جنيه. قال لي دي ب 80 جنيه؟ قلت له اه. قال لي شوف المحل، وصفت له. قال طب اتفضل يا استاذ خش اعمل المشي. مم. قول له انا مكلف، ده انا اه مكلف مش جايب اي حاجه. لا، دخلت جوه. كان اول مشهد اللي احنا بنجيب فيه الستات وبيغروه وينيموه وياخدوا منه الباسبور بتاعه. تمام. فوقفت بقى وقلت النسوان كان فيهم امل ابراهيم ومش عارف مين تاني. تمام. ف المشهد طلع تمام كويس. فوانا بمثل مثلته كويس جدا، وقلت لهم تجيبوه طلعوا منهم باسبور ومش فاهم ايه وكده يعني. بعد ما خلصت المشهد قال لي الاستاذ يحيى العالمي، كنت عامل دور قواد بقى كده، اه. قال لي انت متاكد يا فاروق يا فلوكس انك ما اشتغلتش الشغله دي قبل كده؟ ده درجه اجابتي في قول الدور. له ده احنا لسه طالعين من مشكله هنقع في مشكله تانية. ما هو المشكله في التمثيل درجه التقمص. طبعا. التمثيل مش كلام نرميه على عوائنه، طبعا. كيف نتقمص شخصيه. توالد بقى يعني اعمال كتير عملتها سواء مع النجمه سعاد حسني، النجمه شاديه، ناديه لطفي، الزمل، يعني الفن في حياتك بقى والتدرج فيه ما بين مسرح، ما بين سينما، ما بين مسلسلات، ما بين عمو فؤاد للأطفال. لا القماشة ما شاء الله. اشتغلت كتير انا عملت اعمال كتيره للاطفال مع الاستاذ فؤاد المهندس، طبعا. واشتغلت مع الشاعر منى مدبولي مع الاطفال برضه. طبعا. الشاعر منى مدبولي كان على فكره مش كوميديان بس، امم. كان تراجيديان. طبعا. دليل على ذلك الاغنيه بتاعت طيب يا عم طيب. الصبر طيب، يا اه. سلام عليه. انا فاكر ان حسين كمال، دي تتدرس دي، اه تتدرس. حسين كمال كان واقف في الكيوب. استاذ عبد المنعم. لا، في الكيوب بقى في التسجيل يعني. اه. وسمعوا بتاع دي، والدموع نزلت من حسين كمال ومن عبد المنعم مدبولي. امم. قول طيب يا صبر الطيب. دموع حقيقية. حقيقية، لأنه كان أياميها بيتكلم عن حدة مرسيدس. اه. كان أياميها بقى ظهرت نجوم تانية وابتدى ياخدوا الساحة، وهو ابتدى أسهمه تنزل، لكن تحس اه. بيترجم دي على دي. يعني هي حالة الكر والعرباجة أو العربية دي لأنها العربية الحديثة والمستتر وراها حاله هو إن هو كيرفو ابتدى في النازل ونجوم بقت طالعة، أهو كده. وده اللي نزل الدموع الحقيقية. لا طبعا كان بيعيط بحقيقي، وحسين كمال كان بيعيط. والراجل اللي كان ماسك يا كان سلام. مشهور قوي، اللي ماسك التسجيل كان كله بكى. الحقيقة كده، اه. التقمص كده، اه. بيقول كده ده حاجة يعني. عظيمة قوي. أتذكر يعني. ده حاجة عظيمة قوي. الحمد لله. علاقتك بنجوم كتير فنانات وفنانين. طبعا. الضيف احمد انت شكرت لي فيه وقلت كان راجل صديق، يا والفنان سلام عليه. والفنان فؤاد المهندس، يا سلام. والنجم نور الشريف. أيوه، كانت علاقات حلوه علاقات جميلة ولطيفة، وهو كان يحبني. اه. وأتذكر في يوم في فيلم للاستاذ نور. اه ضربة شمس. ضربة شمس، قال لي تيجي تعمل دور معايا. ما جيت رحت الدور صحفي، أنا صحفي في جورنان، وهو مصور امم. صحفي. فيلم مهم، فيلم ضربة شمس ده ومن علامات السينما. اه هو كان بيحبني. استمتعت بالشغل معاه. طبعا بحب بنتي وبحب عيلتي، وكان آه آه بيفضلهم قوي، امم. وبيقول لي تعالى معايا المطار عشان نقابل حد مهم جاي. كنتوا قريبين من بعض، اصدقاء. ابتدت صداقة من هنا. اه. اه. انت عملت ادوار كتير قوي،
واشتغلت مع نجوم كتير قوي. مين كانوا اقرب نجوم في حياتك من الفنانين الكبار دول العظام؟ يعني انت اشتغلت مع الاستاذ نور الشريف، اشتغلت مع الاستاذ يحيى الفخراني، اشتغلت مع سامي مخرج فخراني جميل اه جدا اه جدا جدا. استمتعت بالشغل معاه. في ماما نونا. واتذكر كان في مشهد بعمله قدام باب اوضته وهو نايم جوه، اتاري الكاميرا عليه جوه كمان، اه وخرج قال لي يا فاروق من فضلك ما تغلطش، الكاميرا عليا. امم قلت له انا اسف يا استاذ يحيى، امم وقلت جمله مظبوط، وعدى المشهد. كان اخراج الاستاذ للمخرج الكبير مجدي ابو عميره. وبعدين العمل ده طبعا الاستاذه كريمه، يعني النجمه الله يرحمها كريمه مختار، والنجم يعني يحيى الفخراني ربنا يطول في عمره، وكاتب عظيم بقى اللي كاتب المسلسل ده وسيناريست كبير قوي، ده الاستاذ يوسف معاطي، واحد من المبدعين. يوسف معاطي. يا سلام على هذا الرجل، اه مبدع. مش مبدع بس، فنان أديب حقيقي. أنا أعرفه من أيام ما كنت بنقعد في ملهى اسمه الحرافيش. اه في مقهى الحرافيش ده. لا مش دعاية ليه يعني. ايوه. وكنا بنقعد نتدارس الحياة. شخصية جميلة، فنان فنان كاتب كبير. كبير. فنان وأستاذ في عالم الكتابة والسيناريو، وكنه له كل الحب وكل الاحترام. وعمل يكفينا يا اعمال أخي، عظيمه جدا جدا. يكفينا يا أخي المشهد اه اللي عمله لما في ماما نونا، ومنونة. اعظم المشاهد يا سلام. مشهد وفاة ماما نونا اعتقد، مشهد طبق مشهد البليله. أيوة طبق البليلة، اللي جري بعد ما ماتت الله يرحمها والدته، ايوه جري وراح، راح لبتاع البليلة وقال له اديني طبق بليلة، ايوه وهو بيبكي وياكل بليلة، والدموع تحس انه بياخد من صدر امه ايوه. الحب والحنان يا واللبن. سلام. مشهد لا ينسى في مشهد. تاريخ الاعمال الدرامية عموما. شوفوا يا جماعه، شهاده الفنان الكبير فاروق فلوكس هنا شهاده عظيمه جدا جدا للكاتب العالمي الكبير الاستاذ يوسف معاطي، لان انا حضرت المشهد ده. اولا هذا المشهد صادق لانه مشهد حقيقي، وهذا المشهد هو يعني اذا جاز لي يا استاذ يوسف طبعا وهو صديق عزيز ان اقول برضو سر، هذا المشهد هو مشهد حقيقي لوفاة والدة الكاتب الكبير الأستاذ يوسف معاطي. يا سلام. طبعا هذا المشهد كان الأستاذ يوسف معاطي يعني أنا أجلس معاه وقالوا لنا محتاجينكم فوق، وطلعنا هي جنب الكافيه اللي احنا كنا قاعدينه شقاوة، وطلعنا فوق فلقينا الحاجة توفت. هو نهار جدا جدا، واحنا طبعا عايزين نعمل اجراءات والامور ونهدي الناس. هو نزل اتمشى من جامعة الدول العربية راح ناحية شارع احمد عرابي، وهو كان في يعني كان عنده السكر كده، فكان حابب ياكل طبق البليله بسرعه عشان ما يقعش، فهو بياكل طبق البليله كان بيبكي على امه على العربيه، فنزلت الدموع في قلب الطبق وكان بياكل البليله. وحتى الاغنيه بتاعه الاستاذ عبد الحليم حافظ اللي اشتغلت في وفاه ماما نونا مع يحيى الفخراني، مع الفنان يحيى الفخراني، هي نفس الاغنيه اللي سمعها مع وفاه امه. واتذكر ان الاستاذ العظيم الكاتب الكبير يوسف معاطي كتب بالنص النجم هيتناول طبق البليله في مشهد بهائمي. هو كاتب كده في مشهد بهائمي. يعني ايه بهائمي؟ يعني هينزل دموعه وحزنه في الطبق، ويعني والميوكس وكل حاجة هتنزل في الطبق وهياكلهم تاني. هذا هو المشهد البهائمي الصادق اللي عجب أستاذنا الكبير اللي يمكن ما يعرفش كواليس المشهد، لكن قال واحد من أصدق وأروع مشاهد الدراما في التاريخ. يا سلام. مشهد صعب تكراره. صعب تكراره طبعا. وطبعا النجاح اللي حققه المسلسل ساعتها لا 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 لا، الشارع المصري اتقلب. يا ساتر. الشارع كان بيفضى. طبعا مسلسل ماما نونا الشوارع والناس يعني لا لا لا، حاجة كان فوق الطاقة، يعني حاجة جميلة. وأنا أول مرة أعرف إنه صادق لهذه الدرجة. لا أنا هقول بقى مشهد تاني، يعني برضو كواليس جنب حضرتك، إن لحظة الحلقة الأخيرة أو قبل الأخيرة وفاة الفنانة كريمة مختار في المسلسل ماما نونا وهي بتتوفى، طلب مني الأستاذ يوسف معاطي طلب
قال لي انا عايز والدك الحاج كمال الله يرحمه والدي يعني يكون موجود ويشاهد معاه الحلقة بتاعت موت ماما نونا. الأستاذ الكبير ما كانش قادر يشوف الحلقة لأنه هو شاف وفاة أمه، فمش قادر يتفرج على الحلقة لوحده وعايز حد يحتضنه كده وهو بيتفرج على هذا المشهد يا حول من ولا قوة. كتر الواقعية. وبالفعل كلمت والدي وجه وقعد واتفرج معاه المسلسل، وأقسم بالله ساعة ما اللقطة دي اتذاعت أنا خرجت بره، لأن بكاء الأستاذ كان كبير ووالدي محتضنه في لقطة. فعلا الحقيقة عشان كده هو كاتب صادق وكاتب عالمي وكاتب كبير جدا. وفعلا المشاهد دي والكتابة دي وصلت للناس ووصلت لهم بشكل كبير. الصدق صدق. الصدق صدق. لا أنا أول مرة أعرف من حضرتك المعلومات دي، لكن الحقيقة أستاذ يوسف معاطي الحقيقة كان صادق لدرجة كبيرة جدا في كل ما كتب، وأنا كنت بحبه على المستوى الشخصي ومقدره كأديب كبير. أديب عالمي طبعا مش عايز كلام. طبعا. مش هزار. رسالتك ليه ايه يا أستاذ؟ ربنا يطول لنا في عمرك ويديك الصحة والعافية وتدينا أكتر وأكتر، وأتمنى أشوفك قريب. عايز أقابلك وأقعد معاك هنتجمع قريب إن شاء شوية. الله. إن شاء الله. لو يديك الصحة. لو في دور حلو كاتبه يوسف معاطي دلوقتي تعمله يا أستاذ؟ والله مش عارف، وأنا رايح أعمل عمرة قريب. ربنا يتقبل وترجع لنا بالسلامة. الله يسلمك. أستاذ اشتغلت مع نجوم كبار، أكتر نجم أنت حبيته في الشغل مين؟ كنا حاضرين بنحتفل بعيد ميلادها، طلبت مني أقبل وجنتها. جميلة الجمالات، جميلة الشكل والقلب، كل حاجة فيها جميلة. وما زال هذا الحب في القلب. ما زلت وبقرا لها الفاتحة كل يوم. كل يوم بتقرا لها الفاتحة؟ كل يوم. إن أمه الله يرحمها اعترفت له إنها بتحبني جدا. إيفا فون دي عرفناها إزاي وكنا هنتجوزها إزاي؟ ودي بارونة يعني من العيلة المالكة. وبعدين سمير غانم بقى وهو كان بيقف على المسرح وانا قاعد تحت يقول لي واخدك تحت تسهر سهرة لطيفة تتجوز. هل الكتاب ده، طبعا أنا فاهم إن إحنا في حاجات كتير ما اتكلمناش فيها، لكن أهم النقاط أو لو في حاجة ما اتكلمناش فيها وحضرتك عايز تتكلم فيها. فكلمت ابوها وقالت له انا مرات فاروق فلوكس وعندي 3 عيال وهو بيحب بنتك واللي عايز يتجوزها. طب دي كتبنا لها جواب ولا قلنا لها ولا فضل حب في القلب بس؟ واحنا خدونا في عربيات تاكسي ودونا اوتيل، احنا نزلنا الام مدججين بالسلاح كده.